السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا فنانات في فيديو جديد في قناة كروشيه وليب. النهاردة هنستكمل مع بعض الجزء الثاني والأخير من شال الوحدات الجميل جدا جدا، وهو سهل ومميز، محتاج بس شوية تركيز ويقدر أي حد مبتدئ ينفذه. الجزء اللي فات احنا شرحنا مع بعض الوحدة الملونة، شرحناها بالتفصيل في كل أجزائها، شرحنا كل سطر بكل تفاصيله. هنعمل دلوقتي الوحدة السادة. طبعا أنا الوحدة السادة دي عملتها من لونين، وهنشوف ده أثناء التشبيك. الجزء التاني إن شاء الله هنشرح وحدة الجراني السادة، وهنشرح التشبيك والجزء الأخير في فينش الشال. طبعا احنا استخدمنا إبرة رقم 4. دي وحدة الجراني السادة اللي احنا عملناها، هي سهلة وبسيطة جدا، وزي ما حضراتكم شايفين مفيش أي مكان لقفلة السطر خالص. احنا بنقفل السطر وبنبتدي في بداية السطر بشكل كويس ومميز، هيبان ده أثناء الشغل. زي ما حضراتكم شايفين مفيش أي مكان للقفلة. وده هنعمله ازاي؟ أنا اخترت لون غامق شوية في التنفيذ. هنبدأ مع بعض. طبعا استخدمت نفس الإبرة ونفس نوع الخيط. هنبدأ مع بعض، نقول بسم الله ونبدأ. عقدة بداية، هنرتفع 4 سلاسل وغرزة منزلقة. هنقفل السطر بالشكل ده كده، وغرزة منزلقة هنقفل في أول غرزة عملناها. عملنا دايرة صغيرة، هنرتفع 2 سلسلة، ودول مجرد ارتفاع في شغل الوحدة كله، مش هنعتبره أبدا عمود. ليه مش بنعتبره عمود؟ لأن لما بنرتفع 2 سلسلة وبنيجي نقفل في السلسلة التانية أو السلسلة التالتة، بيبان وبيكون فيه عيب في شكل الوحدة. فاحنا بنتجنب خالص موضوع ان احنا القفلة تبان، او ان يكون في اختلاف في غرز العواميد. هنعمل اول عمود، العمود رقم 2، اول غرزة جراني، 3 كده. احنا عملنا اول غرزة جراني، تمام. 2 سلسلة، هنعمل غرزة الجراني التانية، اتنين سلسلة. يعني بداخل الدايرة دي هنعمل 4 غرزة جراني، بين كل غرزة والتانية 2 سلسلة. كده عملنا غرزة رقم 3 في الجراني اهي. هنعمل اخر غرزة جراني هنا معانا داخل الدايرة، 2 سلسلة، لفة على الابرة وادخل اعمل 3 عمود بلفة اللي هي غرزة الجراني داخل الدايرة. كده احنا خلصنا السطر الاول اهي. 2 سلسلة زي ما حضراتكم شايفين، بين كل غرزة جراني والتانية 2 سلسلة. بنشد خيط البداية كده، هتتقفل معانا الدايرة اكتر. اخر حاجة عملناها 2 سلسلة مسافة. هنقفل فين؟ في اول غرزة عمود اهي، ملناش دعوة بالسلسلتين الارتفاع خالص. اول غرزة عمود هدخل هعمل منزلقة بالشكل ده كده، تمام. هنرتفع ازاي للسطر التاني؟ هنعمل 2 سلسلة ودي ارتفاع، لفة على الابرة وادخل في نفس المكان اعمل اول غرزة جراني، 1 2 3 عمود بلفة في نفس المكان اللي انا قفلت فيه، و2 سلسلة ارتفاع.
عملنا اول غرزة جراني اهي معايا في السطر، سلسلة مسافة، وبدخل في الزاوية اهي الاتنين سلسلة بتاع السطر السابق، هعمل 2 غرزة جراني بين كل واحدة والتانية 2 سلسلة، يعني بعمل زاوية تانية. الغرزة الأولى 2 سلسلة، هعمل تاني غرزة جراني في نفس المكان اهي، بالشكل ده، سلسلة، وبدخل في الغرزة في الزاوية اللي بعدها اعمل 2 غرزة جراني زي الشكل ده، غرزة جراني 2 سلسلة غرزة جراني. طيب هنخلص في الزاوية هنا وهنا لحد ما نيجي للزاوية دي ونشوف هنقفل السطر ازاي ونكمل باقي سطورنا ازاي، لان هو تكرار سطر واحد زي ما قلت لحضرتك. بعمل 2 سلسلة واخلي بالي ما يكونوش واسعين، وادخل في اول غرزة عمود بلفة واعمل منزلقة، وبمنتهى البساطة هنكرر نفس السطر ده لغاية ما نرتفع بالوحدة وبعدد الغرز الجراني. طبعا احنا هنراعي نقطة ان زي ما قلت لحضراتكم لازم يكون عدد غرز الجراني في اخر سطر 9 غرزة جراني علشان يكون نفس عدد الوحدة التانية اللي هي عملناها في الجزء الاول. طيب هنرتفع سلسلتين، لفة على الابرة وفي نفس المكان هعمل اول غرزة جراني، هنشتغل مع بعض السطر ده كمان اهو، اول غرزة، وطبعا كل سطر بيزيد معانا غرز الجراني، سلسلة مسافة، بدخل في السلسلة اهي اعمل غرزة جراني 1 2 3. السطر ده اهو زاد معانا غرزة جراني وعملنا فراغ هنا وهنعمل فراغ هنا، يعني السطر ده بقت في معانا في المنتصف غرزة جراني واحدة، السطر اللي بعدها هيكون 2 وهكذا لنهاية الوحدة. طبعا في الزاوية بنشتغل 2 غرزة جراني، سلسلتين مسافة، وبعدين بنعمل الغرزة التانية، بنعمل 2 غرزة جراني بينهم 2 سلسلة، يعني بنشكل زاوية فوق الزاوية، والفراغ اللي هيقابلني بعمل فوقه غرزة جراني. وطبعا وانا رايحة اعمل غرزة الجراني في الجنب ده بعمل سلسلة مسافة، وبعدين بكمل شغلي عادي جدا اهو، بالشكل ده كده، سلسلة مسافة، بدخل اشكل زاوية الجراني اهي، وبنفضل شغالين بنفس الطريقة. الفراغ اللي هيقابلني هعمل فيه غرزة جراني، الزاوية اللي هتقابلني هعمل فيها 2 غرزة جراني بينهم سلسلتين، يعني زاوية، بشكل ال4 زوايا. كل سطر بيزيد معايا غرزة جراني في الجنب ده والجنب ده والجنب ده والجنب ده، يعني كل سطر بيزيد معايا 4 غرزة جراني في كل زاوية. تمام، زي ما شفتوا حضراتكم الشرح سهل قوي والغرزة سهلة، فانا مش حابة اطول على حضراتكم شرح غرزة الجراني اكتر من كده، لان لسه في جزء تشبيك والجزء الاخير في شغل الشال على الاطراف والشراشيب. فهنرتفع بالاسطر بنفس الطريقة دي من غير اي تغيير. الفراغ اللي هيقابلني هعمل فيه غرزة جراني، بين الزاوية والفراغ بناخد سلسلة، بين غرزة الجراني والغرزة التانية بناخد سلسلة، وهكذا. هو كل الوحدة تكرار للسطر التاني اللي احنا عملناه والسطر التالت. هنقفل مع بعض السطر التالت، وبكده هنمشي على
طريقة التكرار اللي احنا شرحناها في السطر التاني والتالت لحد ما بنكمل عدد غرزة الجراني في كل جنب 9 غرز الجراني. طبعا هوري لحضراتكم. طبعا هنشوف مع بعض شكل الوحدة بعد ما كبرناها. هنهي السطر ونرجع مع بعض. هنا بعد ما خلصنا السطر التالت بمنتهى البساطة هنعمل تكرار للسطر التالت. بنرتفع هنا ونعمل أول غرزة جراني، وبعدين بندخل في الزاوية بنعمل سلسلة طبعا مسافة ما ننساهاش، ونعمل في السلسلة دي غرزة جراني وبعدين سلسلة، وبندخل في السلسلة اللي بعدها نعمل غرزة جراني. بنيجي عند الزاوية بنعمل زاوية زي اللي احنا عاملينها بالظبط، غرزة جراني بينها 2 سلسلة وبعدين غرزة جراني في نفس المكان، وبنكرر الشغل. نشتغل بنفس طريقة الشرح اللي شرحناها لحد ما بنرتفع بالأسطر وبنوصل لحجم الوحدة اللي احنا حابينه. طبعا ده الحجم اللي انا عاوزاه في وحدة الشاد السادة. هنا زي ما قلت لحضراتكم ارتفاع السطور بالظبط كان قد ايه من بداية اول غرزة جراني انا عملتها. طبعا اهي دي اول واحدة عملناها. ادي هنا كده سطر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سطر من غرزة الجراني علشان يديني هنا عدد غرز الجراني في النهاية 9 سطور. لكن انا بحسب غرزة البداية هنا وبحسب اول سطر، ودول طبعا بيكون مفهومش اي زيادات في الوحدات، فعلشان كده احنا بنشتغل 11 سطر علشان يكون العدد النهائي 9 غرز جراني. طبعا ليه؟ علشان هنا اخر سطر هنا معانا 9 غرز جراني. وزي ما قلت لحضراتكم انا اشتغلت بصراحة بكذا لون في وحدة الجراني السادة. يعني انا اللون ده عملته في المنتصف، عملت منه كام وحدة بس في المنتصف. وطبعا اللون الاساسي كان معايا البيج اللي عملت منه وحدتين في التشبيك، وده هنشوفه مع بعض في ترتيب الالوان. طيب عملت كام وحدة؟ انا بالظبط مجموع الوحدات اللي انا اشتغلتها في الشال ده كانت 21 وحدة، 21 وحدة جراني. تمام. طبعا الالوان دي حاجة براحتكم انتوا شوفوا هتشتغلوا ازاي وترتبوا الوانكم ازاي. انا هوريكم الترتيب اللي انا عملته وان شاء الله يكون الموضوع سهل معاكم. هو محتاج شوية تركيز بس، وعلشان ما نتلخبطش لو انت مبتدئة ممكن تختصري موضوع الالوان وتشكلي وحدات الجراني بالالوان دي واللون التاني بس من غير ما تعملي اي الوان تانية متداخلة. طيب هنشتغل ازاي دلوقتي؟ احنا هنعمل دلوقتي غرز باللون اللي هنشبك بيه. طيب انا شبكت بايه؟ انا شبكت بلون هيمشي يكون ماشي طبعا مع كل الالوان اللي انا عاملاها. انا عملت هنا اللون الرمادي الغامق اهو في التشبيك علشان يظهر لي طبعا جمال الوحدات. زي ما قلت لحضراتكم انا مشكله الالوان، وطبعا انا هوريكم بقدر الامكان. يعني هنا الوحده بيج وهنا الوحده لون كشمير فاتح مع الوان طبعا الفوشيا وتدريجاته. ودي طبعا شكل الوحدات بعد ما شبكتها. اللي في المنتصف ده كشمير فاتح، واللي في الجناب دول كانوا اللون البيج اهو. معلش بقى كادر التصوير مش هيبين لي ابدا الشال، لكن انا هعمل له فيديو لوحده وهنزله علشان تشوفوا طبعا شكل الوحدات وجمالها في النهاية. زي ما قلت لحضراتكم بنختار لون التشبيك هيكون ماشي مع كل الالوان، وكمان يظهر لي جمال وتفاصيل الوحدات لما تتشبك ويكون شكلها النهائي هيكون كويس معايا ان شاء الله. تمام. طيب هنبتدي دلوقتي ازاي. انا جبت اللون اهو، اللون ده اللي انا هشبك بيه. هنعمل ايه؟ هجيب الوحدة. طبعا انا هنا شبكته خلاص، باقي بس ايه كام وحدة اللي انا هشرح منهم. طيب انا دلوقتي هبتدي اشبك من اول وجديد. هعمل ايه؟ هجيب اللون اللي عليه الدور اللي هو اللون التشبيك، وهشتغل
سطر من غرز الجراني على الوحدة دي. تمام. عايزة تبتدي بالوحدة دي طبعا مفيش اي مشكلة، لكن انا هنا هشتغل بغرز الجراني على الاطراف. تمام. وبعد ما اخلص سطر غرزة الجراني هنبتدي تشبيك. طيب هنشتغل ازاي؟ هنشوف مع بعض. جهزنا اللون اللي عليه الدور، عقدة بداية جنب الزاوية كده، هنرتفع 2 سلسلة في لفة على الإبرة، وهدخل أعمل أول غرزة جراني في الفراغ أهو. عملت أول غرزة جراني سلسلة أهي. كل غرزة جراني هتقابلني هعمل فوقها غرزة جراني. بعد ما عملت أول غرزة جراني هعمل سلسلة، وكل سلسلة هتقابلني هعمل فيها غرزة جراني بالشكل ده. هنكمل بنفس الطريقة. طيب في ملاحظة مهمة، اني انا لما باجي اشتغل في السطر ده مش بعمل الغرزة اللي هي دي. طبعا لو تفتكروا معانا ان هنا كنا بنعمل 3 عمود بلفتين سلسلتين، 3 عمود بلفتين. لا، انا هنا في السطر التشبيك اللي هو السطر النهائي اللون اللي هشبك بيه هعمل غرز جراني عادية وزاوية جراني عادية جدا، زي الزاوية اللي احنا كنا بنشتغلها في وحدة الجراني السادة. تمام. طيب هشتغل في كل سلسلة هتقابلني غرزة جراني، واجي هنا هعمل زاوية لغرزة الجراني اللي هي غرزة جراني سلسلتين غرزة جراني، وهفضل شغالة بنفس الطريقة لنهاية السطر. ونرجع مع بعض نشوف آخر جزء في الشرح وهو تشبيك الوحدات. دلوقتي بعد ما خلصنا السطر اللي قلت لحضراتكم عليه، طبعا اللون ده اللي انا هشبك بيه. تمام. بنعمل اول وحدة في التشبيك بنفس الشكل كده، اول سطر من نفس اللون اللي هنشبك بيه. طيب انا دلوقتي عايزة اعمل الوحدة اللي عليها الدور اشبكها في الوحدة دي. هشتغل ازاي؟ بجيب اقرب مكان للزاوية، يعني انا عندي الكورنر ده اهو، اقرب مكان ليه ايه اهي. ممكن نبتدي من هنا، ممكن من هنا، ممكن من اول السطر. تمام. طيب هعمل هنا اول غرزة جراني في الفراغ ده، هعمل اول غرزة جراني. تمام كده احنا هنبتدي نشبك الوحدات ببعض، وهي نفس طريقة التشبيك، مفيش اي اختلاف، مفيش اي اختلاف. كل الوحدات هتشبك بنفس الطريقة. الفراغ اللي بعده هنعمل غرزة جراني بالشكل ده كده اهو. طيب احنا وصلنا للزاوية. طبعا بين كل غرزة جراني والتانية بنعمل سلسلة معروفة. هناخد لفة على الإبرة ونعمل أول غرزة جراني في الزاوية كده. خلاص أنا هي أهو بشبك، هبتدي أشبك. بنعمل أول جزء في الزاوية بالشكل ده كده. عملت أول غرزة جراني في الزاوية، بعمل سلسلة كده. أنا هبتدي أشبك. هنشبك إزاي؟ هنجيب الزاوية اللي أنا هشبك فيها أهي. طيب هدخل في الفراغ الخاص بالاتنين سلسلة ده، واسحب الغرزة بالشكل ده، وبعدين بعمل سلسلة. بعد ما شبكت الجزء ده كده باخد لفة على الإبرة وادخل أعمل الجزء التاني من الزاوية، يعني غرزة جراني بالشكل ده كده. سلسلة اهي، وهطلع خالص من الحلقة، وبعدين ادخل في الفراغ اللي عليه الدور اهو، اسحب الحلقة بالشكل ده،
واعمل سلسلة، وبعدين ادخل في الجزء اللي بعدها على طول اعمل غرزة الجيران. هنكرر مع بعض كذا غرزة علشان تكون الطريقة واضحة معانا. بعد ما خلصت غرزة الجيران بعمل سلسلة واخرج خالص من الحلقة وادخل في الفراغ اللي بعد اللي انا شبكت فيه على طول، الفراغ اللي بعده على طول اسحب الحلقة بالشكل ده واعمل سلسلة ولفة على الابرة، ادخل في الفراغ اللي بعده في الوحدة واعمل غرزة جراني، سلسلة، اخرج خالص من السلسلة، اجي في الفراغ اللي بعده هسحب الحلقة بالشكل ده واعمل سلسلة واكرر لفة على الابرة، ادخل في الفراغ الخاص بالوحدة اللي انا بشبك فيها زي ما حضراتكم شايفين، اعمل هنا غرزة جراني، 1 2 3 عمود بلفة في الفراغ اللي عليه الدور، يعني غرزة جراني، سلسلة وادخل في الفراغ اللي بعده اسحب الحلقة وبعدين اعمل سلسلة وادخل في الفراغ اللي بعده اكمل تشبيك. وهنشرح مع بعض دلوقتي هنكمل شغلنا كله ازاي علشان ما اطولش على حضراتكم وقت الشرح. بعد ما بعمل غرزة الجراني بخرج خالص من الحلقة وباجي في الفراغ اللي عليه الدور في الحلقة اللي انا عاملة فيها اول سطر واروح مشبكة وسحبة الخيط بالشكل ده، حلقة نعمل سلسلة وبعدين بندخل نكمل شغلنا. طيب هنشتغل ازاي في الجزء ده؟ هنعمل تشبيكنا عادي جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين وزي ما شرحنا مع بعض. طيب طبعا دي كل خيوط التنظيف بتاعة التشبيك هننضفها في النهاية. تمام، بعد ما هنخلص الجزء ده كده خلاص انا كده خلصت شبكت الجزء ده. طيب هاجي هنا في الزاوية اعمل اول غرزة جراني هنا في الجزء ده وبعدين اسحب غرزة الجراني من الجزء ده. وطبعا انا مش هشتغل غرزة الجراني التانية هنا، لا انا هشتغلها هنا لاني انا هشتغل الجزء ده كده عادي مفيش اي حاجة لحد ما اقفل في اول غرزة جراني انا عملتها. يعني انا هنا بمشي بالتشبيك لحد ما اوصل لاول جزء هنا وبعدين بعمل نفس اللي عملته هنا وبمشي بالتشبيك للجزء ده لحد ما اوصل لاول غرزة. طبعا احنا هنشبك مع بعض كذا واحدة علشان الموضوع يثبت معانا وما نتلخبطش. هكمل الجزء ده لحد هنا وبعدين هنرجع نشوف هنكمل مع بعض الجزء ده ازاي. هنا وصلنا للزاوية، عملت اول جزء في الزاوية، بعمل سلسلة وبدخل في الفراغ اللي في الوحدة الاولى وبسحب وبعمل سلسلة، بسحب الغرزة وبعمل سلسلة وبعدين لفة على الإبرة وبدخل أعمل الجزء التاني من الزاوية بالشكل ده كده. عملت الجزء التاني من الزاوية وهو زي ما حضراتكم كده شايفين وواضح معايا. هنكمل شغلنا على الطرف ده وهنا لحد ما بنوصل لأول غرزة جراني احنا عملناها وبندخل بمنزلقة في أول غرزة عمود وبعدين سلسلة تثبيت وبنقص الخيط. تمام، طيب كده احنا شفنا مع بعض ازاي هنشبك الوحدتين. نفس الخطوات اللي انا عملتها دي هنعملها لما نيجي نشبك الوحدة دي هنا. طبعا الوحدة دي السادة جنبها على طول بتكون الوحدة اللي هي دي المنقوشة. تمام،
بعد ما بنخلص الدوران وبنقص الخيط، بنبتدي من أقرب نقطة للزاوية، يعني من هنا أو هنا زي ما عملنا بالظبط في الوحدة الأولى. تمام. وبنيجي بنشبك الجزء الخاص بالزاوية هنا في الجزء ده. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط. طيب أنا هكمل تشبيك في الشال نفسه علشان نشوف مع بعض باقي الأجزاء الخاصة بالزوايا لما بتكون في المنتصف، علشان كل الشرح يكون واضح معانا. طبعا بعد ما شبكنا وحداتنا بالترتيب نفس الطريقة اللي شرحناها في تشبيك أول وحدة هي اللي هنمشي عليها طول تشبيك الوحدات، مفيش أي اختلاف. الاختلاف فقط هنا في الجزئية دي. ولو أنا مشبكة 3 وحدات، طب الرابعة هشبكها ازاي؟ باجي هنا طبعا أنا محتاجة أشبك. طب هشبك ازاي؟ محتاجة أشبك الجزء ده والجزء ده طبعا في الوحدة اللي عليها الدور. طيب زي ما اتعودنا وشرحت ان احنا بنبتدي من اقرب نقطة للزاوية. تمام. شبكت الخيط هنا، هنعمل هنا غرزة جراني وهنا غرزة جراني وبينهم طبعا سلسلة، وهنيجي هنا في اول جزء في الزاوية بنعمل اول غرزة الجراني وبعدين بنشبكها في طرف الوحدة بالشكل ده، وبنكمل بعد ما بنشبك هنا نص الزاوية. احنا بنشبك نص الزاوية بس. تمام. لان هنا الشغل على الاطراف مش في المنتصف. وبعدين بنمشي نعمل طريقة التشبيك لحد ما بنوصل للجزء ده. انا شرحت الجزء ده كده بالتفصيل، وطبعا مش عايزة اطول وقت الفيديو زيادة عن اللزوم. هشتغل دلوقتي الجزء ده وهنيجي نشبك الجزء ده هنا، وبعدين نشرح اخر جزء في التشبيك اللي هو هيكون في الزاوية. اشتغلت 3 وحدات الجراني زي ما قلت لحضراتكم، وطبعا واخدين سلسلة. بنيجي هنا في الزاوية اللي عليها الدور هشبك فيها، هسحب الجزء ده كده وبعدين اعمل سلسلة، وبعدين بدخل في نفس المكان اعمل الجزء التاني من الزاوية بالشكل ده كده. بعد ما بنخلص غرزة الجراني بنعمل سلسلة وبندخل في الفراغ اللي بعده على طول اللي هو ده، نسحب الحلقة بالشكل ده ونعمل سلسلة، وبعدين نكمل شغلنا عادي بنفس طريقة التشبيك. شبكنا الوحدات لحد الجزء اللي انا بقول لحضراتكم عليه. عملت اول جزء من الزاوية زي ما حضراتكم شايفين، وعملت سلسلة وخرجت خالص من الحلقة. طيب هدخل فين؟ شايفين الزاوية دي اللي هي اصلا زاوية الوحدة اللي انا بشبك فيها اهي. الزاوية دي اهي في مسافة السلسلة، انا هدخل فيها كده واسحب الحلقة بتاعتي كده بالشكل ده واعمل سلسلة. طيب انا كده خلاص خلصت؟ لا طبعا لسه. ليه؟ لان احنا هنشبك الوحدة دي في الجزء ده، فانا محتاجة اني دلوقتي هبتدي اشبك الجزء ده في الزاوية دي، في الزاوية دي والوحدة دي كمان. تمام. طيب بعد ما دخلت في الزاوية الاولى الخاصة بالوحدة اللي انا بشبك فيها دي اهي، هطلع خالص. بعد ما اخدت السلسلة هطلع، وبعدين هاجي في الزاوية اللي عليها الدور اللي هي دي اهي، اللي هي خاصة بالوحدة دي اللي انا اصلا هشبك فيها اللي هي عليها الدور. تمام. هدخل في الجزء ده كده اسحب الحلقة واعمل سلسلة كمان اهي كده. يبقى انا شبكت الاربع زوايا ببعض. طبعا احنا بنشبك الزاويتين دول وبالفعل الزاويتين اللي قبلهم هم اصلا متشبكين، لكن بالطريقة اللي انا بشبك بيها الوحدات مش الزوايا زي ما وريت لحضراتكم كده بالظبط. ده هيكون شكلها في النهاية. تمام. بعد ما هدخل في الزاوية اللي عليها الدور واعمل سلسلة،
هاخد لفة على الإبرة وادخل في نفس المكان اللي أنا كنت بشتغل بيه أهو. بعمل الجزء التاني من الزاوية في الوحدة الأولى اللي أنا أصلا بشبكها في الوحدتين. تمام أهي عملت الزاوية أهي، بعمل سلسلة وبروح لأول مكان بعد الزاوية أهو، بسيب خالص الفراغ ده ماليش دعوة بيه. بدخل هنا الفراغ اللي عليه الدور بالظبط، أسحب الخيط، أسحب الحلقة، وبعدين أعمل سلسلة وأكمل تشبيكي عادي جدا زي ما كنت بشبك في الوحدة الأولى من غير أي تغيير في الخطوات. وهتلاقي أصلا فكرة التشبيك واضحة جدا معاكي أثناء العمل عادي، مفيش أي لخبطة ولا حاجة. الفراغ اللي عليه الدور هسحب الحلقة بالشكل ده وأعمل سلسلة وهكمل شغلي عادي جدا بنفس طريقة التشبيك. لكن أنا كنت حابة نشوف مع بعض تشبيك الزوايا علشان يكون كل أجزاء شرح التشبيك موجودة. تمام. هنكمل شغلنا بنفس الطريقة اهو، مفيش اي لخبطة ولا حاجة. اهي الوحدة علشان بس تكون واضحة معانا. شبكنا الجزء ده اهو وكنا بادئين اهو علشان بس كورنر التصوير مش موضح. احنا كنا بدأنا من هنا اهو، من اقرب نقطة للزاوية، واشتغلنا وشبكنا الجزء ده كله، وبعدين عملنا اول جزء في الزاوية، وبعدين عملنا الجزء التاني وشبكنا بنفس الطريقة كده اهي واضحة معانا. وبعدين بنكمل شغلنا لحد الزاوية هنا، وبعدين بنكمل شغلنا ونوصل على الطرف التاني. طبعا بنكمل شغلنا وبعدين نوصل لأول غرزة جراني أنا عملتها، بنعمل منزلقة في أول غرزة عمود ونقص الخيط، وبعدين بنشوف الوحدة اللي عليها الدور بترتيب الألوان ونشتغل ونشبك ونخلص تشبيكنا كله بنفس الطريقة، وهتكون النتيجة جميلة جدا جدا وهايلة معاكم. لكن نتبع الخطوات ونتبع نصائح الألوان، وإن شاء الله هيطلع شال جميل جدا معاكم. أنا دلوقتي هكمل تشبيك كل وحداتي وهنرجع نشوف آخر جزء في الشال هنعمل إيه على الأطراف. بعد ما وصلنا لنهاية تشبيك كل الوحدات دي نتيجة الشغل النهائية. الشال حلو جدا جدا وعريض وجميل جدا ومميز. طبعا انا كنت حابة اعمله بألوان تكون مش فاتحة قوي، فاخترت مجموعة الالوان دي. تقدروا تحددوا الالوان اللي تحبوها، وهو بصراحة جميل جدا في نتيجته، وهعمله تصوير نهائي. دلوقتي احنا خلصنا كل حاجة فيه. كل اللي هنعمله دلوقتي حاجة واحدة بس. هنجيب كده اول واحدة او طرف الوحدة الاولى، وهنشبك الخيط هنا، وهنبتدي نعمل غرز حشو بطول الوحدات. هنفضل ماشيين على كل الوحدات طول وعرض لحد ما نوصل لنفس النقطة اللي احنا هنبتدي منها. تمام. طيب هنجيب الخيط ونشبكه عادي جدا بالشكل ده كده. ممكن نوازن خيط البداية بحيث انه ممكن يدخله في الشراشيب بعد كده. احنا هنعمل ايه؟ هندخل كده في الفراغ، هنرتفع سلسلة بالشكل ده، وهندخل في نفس المكان نعمل اول غرزة حشو، وفوق كل غرزة جراني هنعمل غرزة حشو. كل عمود هنعمل فوقه غرزة حشو بالشكل ده كده. معايا هنا غرزة جراني، عملت 3 غرزة حشو. هنيجي للسلسلة المسافة هنعمل فيها غرزة حشو. غرزة الجراني اللي بعدها هنعمل 3 غرزة حشو فوق كل عمود غرزة حشو.
ممكن نزين الأطراف بأي غرزة احنا حابينها، ممكن الحشو المقلوبة، ممكن غرزة البيكو هتبقى جميلة جدا اهي. غرزة البيكو في التزيين بتكون تحفة جدا، لكن الأفضل طبعا إن احنا نعمل في الأول غرزة حشو وبعدين تاني سطر فيها يبقى غرزة البيكو بالشكل ده كده. لما نيجي عند كل زاوية، يعني هنا احنا جينا هنا في الزاوية هنعمل هنا غرزة حشو وهنا غرزة حشو، تمام. طيب جينا للزاوية الكبيرة اللي هي في الطرف اللي هي الزاوية دي، هنعمل 2 غرزة حشو. هنفضل ماشيين بنفس الطريقة وبنفس الترتيب لحد ما نوصل لنقطة البداية اللي احنا اشتغلنا منها. وطبعا لو حابين تزودوا غرز تجميل الأطراف اللي هي البيكو أو الحشو المقلوبة، ده طبعا على حسب رغبتكم. أنا هخلص شغلي وهبتدي أركب الشراشيب، وهنرجع مع بعض نشوف النتيجة النهائية لشكل الشال. بتمنى شرح النهاردة يكون عجبكم، شغل النهاردة يكون عجبكم ان شاء الله. الشال انا هعمله سيشن تصوير وهنزله كله لوحده. بتمنى من ربنا التوفيق للجميع، وبتمنى تفرحوني بالتعليقات. ولو حابين اي استفسار انا معاكم في التعليقات في اي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.